قرر معد الوداد الرياضي البدني تقديم استقالته بعد موسم ونصف داخل النادي، إذ كان ضمن الطاقم التدريبي لفريق الوداد الرياضي مع وليد الركراكي الموسم الماضي، الذي شهد تتويج الوداد بثنائي البطولة ودوري أبطال إفريقيا. واستغل واكجو رفقة طاقم المدرب السابق الحسين عموتة، وقرر تقديم استقالته من منصبه في نفس يوم تعيين التونسي المهدي النفطي مدربا جديدا فريق الوداد الرياضي. وغادر هشام الإدريسي منصبه كمدرب لحراس المرمى الوداد، تاركا مكانه للحارس الدولي السابق نادر المياغري، الذي عاد إلى فريقه السابق بعد اشتغاله كمدرب حراس في عهد المدرب الفرنسي سيباستيان دو صابر. وكان قد غادر الطاقم التقني للوداد الرياضي كل من مصطفى الخلفي ومحمد العالوي الإسماعيلي، الذين اشتغلوا كمساعدين للمدرب السابق عموتة، بالإضافة إلى المعد البدني إدريس واجقو ومدرب الحراس هشام الإدريسي، إلى جانب المياغري يرتقب أن يكون ابن الفريق الأحمر عبد الإله الصابر مساعدا للمدرب الجديد المهدي النفطي، وسيقوم الأخير بجلب معد بدني من اختياره. تمنى حساب الدوري الإسباني لا ليغا التوفيق للمدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي، الذي سبق وأن عاش تجربة احترافية في إسبانيا، واصفا إياه بالمدرب العالمي. ونشر حساب لا ليغا بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا عن المدرب التونسي قائلا: كل التوفيق للمدرب العالمي مهدي النفطي في مهمته الجديدة في فريق الوداد الرياضي. ذات المصدر تابع: مدرب تألق مع ليفانتي وليغانيس ولوغو في الدرجة الثانية، في إشارة إلى تجارب النفطي السابقة في إسبانيا. وأعلن فريق الوداد الرياضي تعاقده مع النفطي لخلافة الحسين عموتة على رأس العارضة التقنية لفريق الوداد الرياضي. قررت لجنة التأديب والغرامات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف أحمد رضا التقناوتي حارس مرمى فريق الوداد الرياضي لمدة 3 مباريات نافذة، مع تغريمه مبلغ 20,000 درهم بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه ضد الجيش الملكي بالرباط، وذلك بناء على المادتين 85 و76 من مدونة التأديب. وكان حارس مرمى فريق الوداد الرياضي لكرة القدم أحمد رضا التقناوتي قد قدم اعتذاره للجماهير المغربية والودادية على وجه الخصوص، وللاعب الجيش الملكي على ما بذر منه في رسالة نشرها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن رضا التقناوتي تم استدعاؤه هو ويحيى عطية الله ويحيى جبران من فريق الوداد الرياضي للمشاركة رفقة المنتخب المغربي من قبل وليد الركراكي، وقد حققوا صعود تاريخي كأول منتخب يصل لنصف نهائي كأس العالم في إفريقيا والعرب. حافظ نادي الوداد الرياضي لكرة القدم على صدارة تصنيف الأندية الوطنية، متفوقا على غريمه الرجاء ونادي الجيش الملكي، في حين احتل الفريق الأحمر وصافة التصنيف الإفريقي. وحسب موقع فوتبول داتابيز المتخصص في الأرقام والإحصائيات الكروية، فقد احتل بطل المغرب الموسم الماضي صدارة ترتيب أفضل الأندية الوطنية ووصافة القارة الإفريقية خلف الأهلي المصري برصيد 1626 نقطة، وذلك في آخر تحديث للمصدر المذكور. وجاء الرجاء الرياضي في المركز الثاني وطنيا والثامن في القارة السمراء برصيد 1540 نقطة، والجيش الملكي ثالثا في المغرب والمركز 21 إفريقيا برصيد 1465 نقطة. يشار إلى أن فريق الفتح الرياضي احتل المركز الرابع محليا والسادس والثلاثين إفريقيا، فيما جاءت النهضة البركانية في المركز الخامس محليا و52 قاريا. اتفق سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم مع المدير الفني الجديد التونسي المهدي النفطي على ضرورة تحقيق أهداف مهمة لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة أو فسخ العقد الذي يجمعهما إذا ما فشل في تحقيق الأهداف المتفق عليها. وتعاقد الوداد الرياضي مع النفطي الاثنين الماضي بصفقة تمتد إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي، مع إمكانية التجديد إذا ما نجح المدرب التونسي في تحقيق الأهداف المتفق
عليها خلال مرحلة الإياب من الموسم الحالي، حيث ينافس الوداد الرياضي على عديد الألقاب في المواجهات محليا وقاريا. وحسب معطيات خاصة فإن سعيد الناصري طلب النفطي بضرورة الحفاظ على لقب الدوري المغربي خلال الموسم الكروي الحالي بعدما حقق الفريق اللقب العام الماضي، إضافة إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية التي سيحتضنها المغرب مطلع الشهر المقبل. وأوضح ذات المصدر أن رئيس النادي سعيد الناصري طالب المهدي النفطي بضرورة تحقيق نتائج إيجابية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا وبلوغ المباراة النهائية، بحكم أن الوداد الرياضي توج باللقب في آخر نسخة مع مدربه وليد الركراكي، وهي نتائج كفيلة بتجديد عقد النفطي مع نهاية الموسم الكروي الحالي. وأشرف النفطي المدرب الودادي يوم الثلاثاء على أول حصة تدريبية لفريق الوداد بعدما وصل الاثنين إلى المغرب ووقع عقد انضمامه على رأس الجهاز الفني لفريق الوداد الرياضي. تلقى الوداد الرياضي عرض مغري للاستغناء عن خدمات نجم الفريق في الميركاتو الشتوي. وكشفت معلومات أن فريق الجزيرة الإماراتي قدم عرض مغري للاستفادة من خدمات اللاعب الودادي أيمن الحسوني. وتحمس الحسوني للعرض لأسباب عائلية وأيضا اجتماعية بعدما فاز بكل شيء ممكن مع الوداد الرياضي. وكشفت مصادر مسؤولة أن رئيس فريق الوداد الرياضي عرض الأمر على المدرب الجديد مهدي النفطي الذي سيحسم في مسألة استمرار الحسوني من عدمه. ويعد الحسوني واحدا من نجوم الفريق الأحمر، بل واحدا ممن ساهموا في تتويج الوداد الرياضي بألقاب محلية وقارية. ويبلغ الحسوني من العمر 27 عام، وتدرج عبر جميع الفئات العمرية للوداد. وليست المرة الأولى التي يتلقى فيها الحسوني عروض مغرية من فرق عربية، لكن التزامات الوداد الرياضي حالت دون رحيله في وقت سابق.